2 ونص. سمعنا كتير عن الليمون وفوائده الكبيرة، وإنه مليان فيتامين سي ومهم جدا برضه لصحتنا وخصوصا في فصل الشتاء. بس احنا بنلجأ لحاجات كده بتضيع علينا فايدته خالص. أول حاجة الناس اللي بتعصر الليمون وتخزنه في مكعبات تلج وتحطه في الفريزر، انت هنا بتقضي تماما على فيتامين سي الموجود فيه، ولكن الليمون بيفضل محتفظ بنكهته وطعمه بس مفيش منه فايدة خالص. وفي الحالة دي تقدر تستخدمه في التعقيم أو تنظف بيه الأسماك والفراخ، وهنا اوعى تستخدمه في مشروباتك. كمان بنلاقي ناس بتشرب ليمون سخن علشان نزلات البرد وما يعرفش ان درجة الحرارة العالية بتكسر كل الفيتامينات اللي موجودة فيه. فالأصح انك تسخن المية، بمجرد ما تبقى دافية بس ابدأ اعصر عليها الليمون واستخدمه عادي. مهم بقى كمان لو عايز تخزن الليمون وتحفظه ويفضل محافظ على فيتامين سي اللي جواه، انك تعصره وتحتفظ بيه في ازازة لونها غامق زي ازازة زيت الزيتون كده، وتتأكد انها مقفولة كويس جدا علشان فيتامين سي بيتكسر بالضوء. واي خضار بنخزنه في الفريزر ومنهم الليمون بيفقد قيمته الغذائية. كده نكون خلصت حلقة النهارده، واستنونا في حلقات اقوى بكتير، وسلام عليكم.